السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم اللي هي قناة الشريفة سعاد. اليوم ان شاء الله كما تتشوفوا ولد اختي قال لك باغي هو يصايب لي الكيكه. قولوا تبارك الله ما شاء الله، الله يبارك فيه. خلوا لي في التعليق تبارك الله عليه والله يحفظ الميمته. بلاتي هز وجهك باش ما تبينش وجهك. خو باللي فين اللي منيه يالك صافي. خو بالك يلا خوي هز الفوق. برافو هكا وصلنا كيكة. هكا ولدك. عمي تقفض حارب. سمعت أبدا من الحبة. ما تاكلش ناكلو أنا وخالتي. صافي انا وخالتك بارك علينا. ونجلس حداك. صافي حبوب الله يحفظك ليا. تصايب الخالتو الكيكه. سعدي بولدي. أو ندير الزيت. صافي دابا نديرو الزيت. يكب الزيت. برافو. الزيت كله طازي. برافو. عطر ما تحطها غادي عليه السلام الشيطان عن ذنبه. لا الزوج لؤلؤة كبيرة خرجت بها من البحر ولم أودعها بخزائن القصر. خبيت. فسأله سليمان عليه السلام أين كيف خبأتها؟ لا ردتني يدي. انا اصلا تضرني ايدي وقعت. ملك سليمان لقد غصت بعد حليب. فكركيش. لؤلؤة تؤنني. يديني تحرك والله. تفوتك ونعم. لا تفوتك ونعم. وفي طريق يديني تحرك. واختفى بين طلبات السماء. وتصورني أنا. تنصورك حتى الله يا ودي. كيكره ديالك حتى. بلاتي بسنت زين. واخوي ليش هاد؟ لا ماشي كامل. نعم كم بلاتي تندهك. هيا بنا. هيا نخلطو. خلط ماو 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 ماو. تخليط. صافي ما تزيدش. صافي. واش حطيت؟ صورها. صور. تنصور دابا. تنصور. مع سليمان الملك صورني هذه نديرو كلهم صوريها ووليهم ولادك الصغار بالسناد. هذا إلياس كندير بالحلوى. غنقولها لهم، غنقول لهم ولد اختي الياس هو اللي صوب الكيكه لخالته. لؤلؤة كبيرة ضروري غنقولها لهم، هما دابا تيسمعوا فيك. ولم أودعها بخزائن القصر. فسأله سليمان عليه السلام أين خبأتها أيها العفريت؟ بس فاش أروي لك ما حدث. هذه الخماره اللي غنديرو دابا. بنقول للوليدات كلهم الصغار يولوا يصايبوا الكيكه لخالاتهم. انا ما نقول شوفوا غنسري هذا غنخبى. احنا درنا ليه طابله باش تطلع عليها باش تقدم على البوطاجي. تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه للمقادير مضبوطه ان شاء الله. الفيديو الماجي ان شاء الله نعمل لكم فيها طريقه تحضير هاد الكيكه العجيبه اللي تتجي روعه يا البنات، تتجي روعه تذوب في الفم.
بالنسبه لاختي هنا راه تتعمل الدقيق عينها ميزانها، ولكن ان شاء الله نعملها لكم انا، نعملها لكم بمقادير مضبوطه 100%. صدقوني البنات راه تتجي روعه، تجي هشيشه تذوب في الفم. الى عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنسوش تفاعلوا معاه، واللي ما مشتركش معايا واللي تيزورني اول مره تنقول لي مرحبا والف مرحبا. ما تنساش تعمل لي لايك واشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. واللي معايا دائما تنقول لك مرحبا والف مرحبا. شكرا بزاف على الدعم ديالكم وعلى السؤال ديالكم اللي يخطيكم عليا. ودابا تتصفي الكريمه اللي عتزين بها الكيكه. كما قلت لكم من قبل ان شاء الله الفيديو الماجي غنقدم لكم الطريقه بالتفصيل ديال هاد الكيكه ديال المول العجيب اللي تتجي روعه، لا هي ولا الكريمه ديالها. ان شاء الله نقدم لكم المقادير بالتفصيل وطريقه سهله ومبسطه وتنجح معكم من اول تجربه. خليتكم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وهنا عملت الطويجين ديال السوسيس، دايره مطيشه محكوكه والربيع والبصله والعطريه، ومن بعد تزوق بالفلفله الخضراء والزيتون. تيجي روعه في المذاق يا البنات، تيجي روعه. طيب نتمنى تجربوه. وديرين الحسوه والعصير وعاملين البغرير والمسمن. بالنسبه للبغرير والمسمن راه دايما نحط لكم الطريقه ديال المعتمده اللي كنعملوها بزاف، راني حاطاها في القناه، ترجعوا للفيديوهات السابقه وان شاء الله تلقاو الطريقه. هذا هو الفطور ديالنا تاع اليوم ان شاء الله. خليكم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.